ليست من حقنا. يجب أن تقدم للسيد ماندل، فنحن الثلاثة ندين باكتشافنا العلمي إلى ماندل. اكتشف ماندل قانونين، هما قانون الفصل وقانون التناسق المستقل، إلا أن أحداً لم يقدر ماندل في حياته، بينما نحظى نحن بالتكريم. لقد عرضه الجميع واتهموه بالجنون والتخريف والغباء. لقد عاش حياة قاسية ومريرة، ومات وحيداً من دون أنيس ولا جليس بالقرب منه. وبعد 16 عاماً من وفاته اكتشفنا مقدار أهميته. لقد قدم للإنسانية أهم خطوة في علومها الحديثة. إنه رجل رائع. إنه مؤسس علم الوراثة، وهو أول من طرح موضوع الجينات الوراثية، لذا يمكننا ومن دون تردد أن نطلق عليه لقب أبي الجينات الوراثية ومؤسس هذا العلم. رائع، أحسن، رائع جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا ومرحبا بكم في براند العلوم. النهاردة هنتكلم على درس جميل ولذيذ جدا، وهو أول درس من دروس الوراثة. هنبدأ بداية مختلفة عن التصنيف اللي موجود في الكتاب أو اللي بيشرح به بعض زملائنا من المعلمين. القانون الأول لمندل بيقول: إذا اختلف فردان نقيان في زوج واحد من الصفات المتبادلة فإنهما ينتجان بعد زواجهما جيلا به صفة أحد الفردين فقط، اللي احنا بنسميها الصفة السائدة وهنتكلم عنها. ثم تورث الصفتان معا في الجيل الثاني بنسبة 3:1. يا حبايبي يا حلوين، بكل سهولة وبكل مهارة هنعمل ايه؟ هنعمل اللي احنا ندرس، تمام، بطريقة مختلفة شوية. ايه هي الطريقة؟ هندخل على طول باستخدام الرموز. انا عارف ان في حاجة اسمها جيل الاباء، وعندي حاجة اسمها جيل الابناء او الجيل الاول والجيل الثاني وكده. طيب خلينا نشوف مثلا لما يكون عندي جيل الاباء. جيل الاباء عندي الام وعندي الاب، هيحصل بينهم تزاوج. بفترض ان بيحمل إذا كانت الصفات نقية، أنا بتكلم على الصفات نقية، بتكلم على الصفات أيضا اللي هي السائدة والمتنحية. هنعرف الكلام ده كله، بس خليني أقول اللي هي بنرمز لها بالرمز الموجب هي السائدة، اللي هي واي واي مثلا، اللي هي بذور صفراء نقية، واللي هي بذور خضراء نقية وديت المتنحية، وهي واي واي سمول. طيب دي في جيل الآباء. طب لو حصل يا حبايبي تزاوج بين الاتنين، ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل يا حبايبي الآتي: هتيجي تورث الصفات، تمام، خلينا ننظف الشاشة. هتيجي تورث الصفات في الجيل اللي قدامي، اللي هيطلع على طول، اللي انا هاخد من الامشاج. يعني هاخد واي واحده من الكابيتال، هاخد واي واحده من السمول. ايه اللي هيحصل؟ هلاقي الجيل الاولاني كله طلع واي كابيتال واي سمول. يعني ايه ديت؟ معناها انها بذور صفراء كلها، ولكن ليست نقية، هجين. يعني واحدة كابيتال وواحدة سمول، فيها اللي احنا بنقول عليها الصفة الصفة اللي هنا دي السائدة، خلاص، اللي هي بتمنع ظهور اللون الثاني اللي هو كان لونه ايه؟ اللون الاخضر. فالجيل الاولاني كله عبارة عن بذور صفراء هجين. تاني يا حبايبي الموضوع سهل جدا. عند جيل الاباء خلاص بيحصل تزاوج بين بذور صفراء نقية. هنشوف بعد كده احنا جبناها ازاي، اللي هي بنرمز لها بالرمز واي كابيتال واي كابيتال. واركز دايما في المسائل كده، اشوف هو بيقول لي يعني نقية ولا هجين، تمام. يبقى لو نقية يبقى الاثنين كابيتال او الاثنين سمول. لو نقية سائدة يبقى الاثنين كابيتال. لو نقية متنحية يبقى الاثنين سمول. لو نقية هجين يبقى لو الجيل هجين والصفة هجين يبقى واي كابيتال واي سمول. طيب زي ما احنا شايفين في جيل الآباء
واي كابيتال واي كابيتال واي سمول يحدث تزاوج. انا حصلت على بذور صفراء نقية وبذور خضراء نقية. هاخد من هنا من الجميطات، هاخد الواي العامل الوراثي واي، هاخد العامل الوراثي او الجيني واي سمول، يجي مع واي كابيتال. الواي كابيتال تغطي على الواي سمول تماما، يبقى الصفة الخضراء لن تظهر معي في الجيل الاول تماما خالص. امال ايه اللي هيظهر؟ كل الجيل كله هيكون عبارة عن بذور صفراء. يا أستاذ يعني إيه الكلام ده؟ هو تخليك معايا يا صديقي الجميل. يعني بقول زي ما أنت شايف جيل الآباء عندي كام في البذور الصفراء؟ خد بالك أنا حصل تزاوج في الجيل الهجين اللي هو واي كابيتال واي سمول، كان لونه إيه يا حبيبي؟ أيوة لونه أصفر. طيب والواي كابيتال واي سمول الثانية لونها إيه؟ لونها صح، لونها اصفر كمان، لان واي كابيتال واي ايه؟ واي سمول، واي كابيتال واي سمول. طيب تعالوا نشوف لما يحدث التزاوج ايه اللي يحصل بين الهجين والهجين. يبقى انا عندي واي كابيتال مع واي سمول، واي كابيتال مع واي سمول. هعمل ايه يا صديقي؟ هاخد كل واحد مع الاثنين الاخرين. يعني دي واي ايه؟ دي واي سمول، هاخده مرة مع الأولاني أهو فيديني واي سمول واي سمول، ومرة تانية مع العامل الثاني اللي هو واي كابيتال واي سمول. طيب ده هاخده مرة واي ركز، واي كابيتال مع واي سمول، وواي كابيتال مع واي كابيتال. ايه يا صديقي الجميل؟ ما احنا خلاص عرفنا اذا ظهرت واي الكابيتال سواء كانت هجين او نقية لازم هتاخد الصفة اللي هي بتكون سائدة، اللي هي هنا عندي بذور صفراء. بذور ايه؟ صفراء. طب لو واي كابيتال واي كابيتال هتكون بذور صفراء نقية. طب واي كابيتال واي سمول هتكون بذور صفراء هجين. خلاص. طب لو واي سمول واي سمول هتكون بذور خضراء. يبقى طلع لي في الجيل الثاني. يا سلام، الولد اللي قدامي ده عنده ملاحظات جميلة جدا. قال لي يا استاذ ده ظهر لون اخضر اللي هو واي سمول، واي سمول اللي احنا كان تزوج في جيل الاباء. يبقى ظهرت بنسبة ايه؟ بنسبة 3/4. ما هو دول 4 صح ولا لا؟ خلينا نشوف، نعد كده، نعد يا صديقي. ادي 1، ادي 2، ادي 3. دي لونهم ايه؟ لونهم بذور صفراء بنسبة 3/1 الخضراء. يعني الربع كان الصفة المتنحية ظهرت، وال3/4 ظهر فيهم الصفة السائدة في الجيل الثاني بنسبة 1/3. انتهيت. آخر زهرة. الأزهار البيضاء عددها 800 والحمراء 200. إذن فالجيل الثالث المهجن من أزهار البازلاء تكون نسبة الحمراء إلى البيضاء هي الربع بنسبة 1/3. وده هو القانون الأول، ترجمته بالسهولة ديت خالص، مش محتاجة يا صديقي الجميل اللي انت تتعب أو اللي يعني تكون زعلان. يبقى بنقول مندل دي كانت تصوراته للقانون الأول، تصوراته للقانون الأول. القانون الثاني هو اشتقاق من القانون الأول. ايه اشتقاق من القانون الأول؟ أيوة، بيسميه الأولاني كان بيسميه قانون الانعزال، الثاني بيسميه قانون التوزيع الحر للعوامل. إذا تزاوج فردان مختلفان في زوجين أو أكثر من الصفات المتبادلة، إيه اللي بيحصل؟ كل صفتا كل زوج منهما مستقلة عن الأخرى، وتظهر في الجيل الثاني بنسبة 3/1. بنسبة 3 إلى إيه؟ بنسبة 3/1. يعني يا صديقي كأني بعمل الجدول الأولاني بس كل عامل مستقل لوحده وبدأ يعمل عليها التجارب. طب ليه؟ 1 سهولة زراعة النبات، سرعة نموه. تاني سهولة زراعة النبات، سرعة النمو بتاعته. قصر دورة الحياة، في خلال السنة بيعمل كذا دورة علشان يعرف يستنتج في التجارب المختلفة. الأزهار النبات خنثى وبالتالي يمكن التلقيح ذاتي في النبات الواحد. سهلة التلقيح صناعيا، يعني بواسطة الإنسان نشيل الأزدية مثلا ويبدأ التلقيح بإيد الإنسان، يشيل من هنا ويحط حبوب اللقاح على
البويضات في الزهرة. إنتاج النباتات لأعداد كبيرة من أفراد في الجيل الواحد. تعدد أصناف النبات اللي بتحمل أزواج من صفات متضادة، يعني الطويلة والقصيرة واللون والبذور والأوراق، يعني عدد من الصفات إن ممكن اللي أنا أعمل عليها التجارب. يبقى واحد، سهولة زراعته، سرعة نموه، قصر دورة حياته، أزهاره خنثى، سهولة تلقيحه صناعيا، إنتاج النبات لأعداد كبيرة من الأفراد في الجيل الواحد، تعدد أصناف النبات أو الصفات المتضادة أو المتقابلة. تمام، دي سبب اختيار مندل لنبات البازلاء. تمام، بدأ يعمل عليها زي ما احنا قلنا. عندي حاجة اسمها الصفة السائدة، تمام، والصفة المتنحية. ايه الصفة السيادة ديت او السيادة التامة او الصفة السائدة؟ قال لك هي عبارة عن صفة في أفراد الجيل الأول الناتجة من تزاوج فردان يحملان كل منهما صفة وراثية نقية مضادة للصفة التي يحملها الآخر. يعني إيه الكلام ده؟ ما احنا عملناها عن طريق الرموز. لما احنا عملناها قلنا هنفترض يا صديقي الجميل زي ما احنا عندي اهو قدامي. تمام، عندي، خليني اجيبها لك هنا واضحة. ايوه اهيت. قلنا لو جبنا واي واي كابيتال واي واي سمول، هاخد من هنا واي كابيتال مع واي سمول هيديني اللون الاصفر، واي كابيتال مع واي سمول هيديني اللون الاصفر. بقى عندي هنا هجين، هاخد الهجين دوت ويحصل تزاوج بينهم. تمام، هيطلع لي اللي عندي ديت في الجيل الثاني واي كابيتال واي سمول مع تزاوج مع واي كابيتال واي سمول. ايه اللي يحصل اهو؟ خلينا نشوف. ها، ايوه، سامعك سامعك يا صديقي الجميل. ايوه، برافو عليك. يبقى انا هنا عندي دي هجين، ادي اكس واي، واي كابيتال واي سمول، واي كابيتال واي سمول، واي كابيتال. تمام، هاخدهم اهوت اللي هو الجميطات، ادي عشان ما اتلخبطش. ادي اربعة، هاخد الاولاني مع الاول اهو، والاولاني مع الثاني اهو. يبقى واي كابيتال واي سمول واي سمول، يبقى لونها ايه؟ خضراء. طب واي كابيتال واي سمول لونها صفراء ولكن هجين، الاحظ. طيب هاخد ايه؟ واي الكابيتال، اخدها مره مع الاولى ومره مع الثانيه. الاولى ها يبقى واي كابيتال واي سمول، يبقى هجين لون اصفر. وبعدين واي كابيتال مع واي كابيتال يبقى بنقول عليها صفراء نقية. تمام، ظهرت بنسبة ايه؟ 1:3، بنسبة 1:3. الدنيا سهلة جدا يا صديقي الجميل، ما فيش أحلى من كده تماما. وإحنا مع بعض بنحل مسائل لمندل هتجيلنا والله العظيم لا تستمتع متعة جميلة جدا. تمام، طيب بيقول لي يا صديقي الجميل، وليكن اهو، خلينا ناخد مثال ونحله. خلينا ناخد مثال ونحله. طيب المثال بيقول ايه؟ بيقول لو عندي عند تلقيح نبات بازلاء مع بعضهما نتجت نباتات جميعها طويلة الساق هجين. ايه طويلة الساق هجين؟ خلاص، فسر ذلك على أسس وراثية. بيقول لي كل اللي طلع هجين، كل اللي طلع هجين، يبقى معناه الآباء إيه؟ يبقى الآباء كانت نقية، الآباء كانت نقية، اللي هي تاء كابيتال، تاء كابيتال اللي هو الطول، طول، دي طويلة الساق نقي، ومعاها قصيرة الساق نقي، تي سمول تي سمول. ايه اللي يحصل يا صديقي الجميل؟ اخد الجميطات، ادي كابيتال كابيتال، سمول سمول. طيب اخلي السمول دي الاولى مع الاولى كابيتال اهي، يبقى تاء كابيتال تاء سمول. طب والتانية تاء كابيتال تاء سمول. طب اخد دي مع دي
تديني تاء كابيتال مع تاء سمول. طب دي تاء كابيتال مع تاء سمول. يعني ايه اللي حصل؟ كل اللي طلع عندي هجين 100% نباتات بازلاء طويلة الساق هجينة. يا حبيبي والله قلت لك سهلة، بس خليك معايا وصحصح يا صديقي الجميل. يبقى نحفظ كده: إذا حدث تزاوج بين فردين ونتج عن تزاوجهما أفراد بنسبة 50% تحمل الصفة السائدة و50% تحمل الصفة المتنحية، معناه إيه؟ إن أحد الآباء هجين يحمل صفة سائدة غير نقية والآخر يحمل صفة متنحية تماما. يعني كأن واحد إكس واي إكس كابيتال إكس سمول إكس كابيتال سمول اللي هي بنقول عليها اللي هو هيكون هجين. أحد الآباء إيه؟ هجين. والآخر يحمل صفة متنحية اللي هي إكس سمول إكس سمول هتكون نقية. إكس سمول إكس سمول عشان يطلع لي بنسبة 1:1. يعني بنفكر تفكير بسيط وهناخد أمثلة كتير عليها. طيب بيقول لي هنا ها سؤال سهل. السؤال سهل يا حلو. بيقول لي عند تزاوج نباتي بازلاء أحدهما أحمر الأزهار والآخر أبيض الأزهار نتجت أفراد بنسبة 50% حمراء و50% بيضاء. وضح ذلك على أسس وراثية في التركيب الجيني. أفكر شوية. يبقى معناها كده مدام نسبة 50% إلى 50%، لو قال لي نسبة 100% اللي هي الصفة السائدة، يبقى معناها إن مثلا واي كابيتال واي كابيتال مع واي سمول يعني سائدة نقية مع متنحية نقية. خلاص، أو المتنحية عموما. طيب نيجي هنا بيقول لي 50/50 يبقى معناها إن هجين سائد. هجين إيه؟ سائد اللي هو ار كابيتال ار سمول. ار كابيتال ار سمول مع متنحية اللي هي بنرمز لها ار سمول. وبعدين أبدأ أشتغل جدولي بسهولة، أوزع الجميطات الأمشاج ار سمول ار كابيتال ار سمول، وأبدأ أعمل الأسهم بتاعتي يطلع لي ار سمول ار سمول اللي هي هتكون نباتات بازلاء بيضاء الأزهار ودي بنسبة 50% مع ار كابيتال ار سمول اللي هي هتكون ايضا 50%. يعني امشي معايا واحدة واحدة يا جميل هترتاح. اهدى. ايه الجمال ده كله؟ خلونا ان شاء الله باذن الله نكتفي بالقانون الاول لمندل مع الامثله اللي احنا شفناها قدامنا، وبعدين ناخد ان شاء الله في الحصه اللي جايه بعض المسائل على قانون مندل الاول ونشرح قانون مندل الثاني. يعني الموضوع سهل جدا وبسيط. خليكم معنا وتابعونا وهتلاقوا إن شاء الله حاجات جميلة وسهلة جدا 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 يا أصدقائي الرائعين.